في امهات ممكن يضحوا بحياتهم عشان خاطر ولادهم، وفي ام واحده بس عملت العكس تماما. الام دي مش بس باعت ضناها، دي كانت ناويه تبيعه حته حته لاكبر شبكه لتجاره الاعضاء البشريه. يمكن تقول مستحيل، بس اللي حصل في الشقه دي انتهى بجريمه بشعه محدش صدقها حتى بعد ما اتكشفت الحقيقه. اهلا بيكم، انا الكاشف، وده برنامج عبره في حكايه. اللي قدامك في الصوره دي اسمها هويدا، عندها 32 سنه ومن بورسعيد. عندها ولد وبنت، الولد اسمه محمد وعنده 8 سنين، والبنت اسمها ماسة وعندها 10 سنين. اتطلقت من جوزها، ومن بعد الطلاق فضلت في شقة الزوجية بحكم الحضانة، لكن بعدين طلبت منه يأجر لها شقة جديدة. وفعلا الراجل رغم انه سواق ميكروباص على قد حاله وافق، وبيدفع الإيجار والأكل واللبس والمصاريف عشان عياله يعيشوا عيشة مرتاح. أمها كانت رافضة الطلاق لأن جوزها ما كانش مقصر معاها، بس هويدا كانت عايشة عيشة ملكة، مش عاجبها حالها ولا شقتها ولا لبسها. وفي يوم قالت له انا مش هفضل عايشه على كده على طول، انا عاوزه اتطلق. وانفصلوا واتطلقوا. وبعد الطلاق امها خدت العيال منها وراحت لطليق بنتها وقالت له بص يا ابني، بنتي مهمله وخلي العيال معاك احسن له. لكن هويدا ما سكتتش، رفعت قضيه وكسبتها بحكم ان هي حاضنه، وخدت العيال مش عشان بتحبهم، عشان تستخدمهم كوسيله ضغط على ابوهم وتستفيد بالفلوس. ده غير انها كانت بتاخد معاش ابوها. هويدا كانت بتدور على طريقه تجيب منها فلوس كتير من غير ما تتعب. وفي يوم جالها الوحي الشيطاني، ليه ما تبيعش ابنها؟ زي ما سمعت كده، مش تديه لحد يتبناه، لا تبيعه حته حته وعضو عضو. فتحت السوشيال ميديا ودخلت جروبات سودا لحد ما لقيت واحد اسمه علي الدين محمد، معروف في القضايا السودا ومرتبط بواقعة احمد بتاع شبرا الخيمه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله الحلقه الجايه. وفعلا راحت بعتله صور اطفال من العيله، وهو اختار محمد ابنها ومعاه طفل تاني من قرايبه، وكان الاتفاق انها تبدا بمحمد وبعد كده تنتقل للطفل التاني. وعلي علمها كل حاجه، ازاي تضعف جسم الولد وتشتري منين وتحقنه ازاي، وهي كانت بتنفذ بحماس مش طبيعي. بعتت له فيديوهات مرعبه، واحد وهو نايم مش بيتحرك، وواحد بيتكلم بصعوبه، وواحد من غير هدوم داخليه. كل ده بطلب من علي وارشاده. وفي يوم ابو العيال جه يشوف العيال، بس ابوهم بدا يشك، كل زياره يشوف الواد تعبان وحرارته عاليه ووشه باهت. سالها الواد ماله، على طول تعبان. ردت وقالت له الدكتور بيقول شويه برد، بس هو حاسس ان في حاجه غلط. وفي يوم التنفيذ خدت محمد وبدات تجهزه، لكن المفاجاه ان علي اختفى، ما بيردش. الواد بيفقد الوعي، وحست ان الخطه بتتخطف من ايديها. خافت جدا، بس مش على الولد، خافت للخطه الشيطانيه بتاعتها تبوظ وتخسر الفلوس. خدته وجريت على الصيدليه وقالت للصيدلي ابني بقى حاجه وقع من طوله. الدكتور شك فيها وقال لها روحي بيه على المستشفى حالا. وصلت المستشفى والدكتور اللي هناك شك فيها اكتر، عمل غسيل معده للواد ولقى اثار مخدر بالحقن وبلغ الشرطه فورا. الشرطه قبضت على هويدا وبداوا يحققوا معاها، وفي نفس الوقت تم القبض على علي اللي في الكويت واترحل، وموبايله كان مليان صور لمحمد وصور من هويدا ومحادثات فيها كل حاجة. والمصيبة انهم لقوا 9 ستات تانيين من محافظات مختلفة على استعداد يعملوا زيها، وبدأت التحقيقات معاها. وطبعا انكرت وحاولت تتهرب، لكن الأدلة كانت قوية، وما كانتش بس ناوية تبيع ابنها، دي كانت ناوية تبيع فيديوهات الجريمة لناس مرضى نفسيين بيحبوا يتفرجوا على لحظة التقطيع. نرجع للطفل التاني اللي كانت ناوية تبيعه بعد محمد. يبقى مين؟ يبقى ابن خالها، كانت ناوية تبيعه هو كمان. مش بس ابنها، لا أطفال تانيين. والفلوس عمت عينيها وموتت قلبها. ولما الاب عرف اتجنن وراح على النيابه وشافها وهي بتقوله ساعدني انا ام. رد عليها انتي ام؟ الام تضحي بنفسها مش تاذيه. ومن ساعتها بياخد محمد وماسة كل يوم ويروح بيهم النيابه، مش عشان يشوف لها محامي، عشان يتاكد ان الشيطانه دي هتاخد حكم الاعدام او لو بابطأ طريقه ممكنه. انا مش هقول نصايح لان القلوب اللي ماتت مش هيفيد معاها العبر، لكن لو في ام زي دي حوالينا السكوت عليها جريمة. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، لو كنت مكان جوزها هتتصرف ازاي؟ اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. السلام عليكم.